السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض الهوت شوكليت، مشروب شتوي طعمه حلو كده لذيذ كده. معايا هنا كوباية كاملة كريم شانتيه خام، ومعايا كمان كوباية كاكاو خام، نص كوباية حليب بودر، ومعايا نص كوباية نشا، ومعايا نص كوباية سكر بودرة، معايا تقريبا بشر تقريبا برضو ربع اللي هو الباكت اللي هو بتاع الشوكولاتة ده، القالب ده، اللي هو سما تقريبا برضو نقول مقدار نص كوباية، وكمان معلقة كبيرة اللي هو النسكافيه سريع الذوبان، ومعايا كمان ربع معلقة ملح وفانيليا. معانا برضو فانيليا. فانيليا تحطيها دلوقتي على المكونات، لو عندك بودرة ماشي، لو عندك سايلة حطيها وقت ما تيجي ترفعيها على النار. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. طبعا الهوت شوكليت ده حاجات حلوة كده، انا سمعت الناس بتحط عليها يعني ذرة شطة كده برضو تديها طعم حلو. هنقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا. طبعا حابة تنخلي الكاكاو من الاول وسكر البودرة، تمام. سكر بودرة ممكن نحطه سكر حبيبات عادي، بس يعني على ما اعتقد ان هو ممكن يرسب في قاع مثلا العبوة اللي احنا عاملينها لما نقلبه على الناشف كده يعني. آه هنقلب كده كله، نضغط على كل التكتلات اللي فيها كده تمام. حطيها في سيبيها في العلبة زي ما هي كده واقفليها، او حطيها في كيس، او حطيها في اللي هو بطرمان واقفليه تمام، مفيش مشكلة. معايا هنا هنحط الحليب. كل كوباية من الحليب بتحط لها معلقتين اللي هم كبار من اللي هو البودرة اللي احنا عاملينها دي. انا معايا 3 كوبايات، هحط عليهم 6 معالق، 3 4 5 6. ما تملهاش على الاخر خالص يعني، خليها برضو ايه معلقة عادية يا ست. هنقلب كويس جدا وبعدين نرفع على النار وايدينا فيها علشان النشا اللي فيها ما يكتلش فيها برضو ويدوب معانا، وكمان الشوكولاتة معانا تدوب. طبعا السكر بتاعها خفيف شوية، فانا هحط سكر في كوباية، انا حطيت تقريبا معلقة سكر. هنبدأ بصوا القوام بتاعه بيتقل بعد شوية برضو لما يبدأ يبرد، بس مش بيتقل يبقى مهلبية يعني. هنبدأ نضيف بقى في الكوبايات، مش نملى الكوباية على الآخر عشان نحط عليها كريم شانتيه، او انت حابة تحطي مارشميلو او الاتنين زي ما انت عايزة عشان الكوباية ما تقعش مننا، عشان طبعا حاجة سخنة لما نحط عليها الحاجات التانية دي بتبدأ انها تسيح. هنقلب السكر كويس. معايا الكريم شانتيه حطيته في كيس من بتاع التلاجة كده، وحطيته وده احط على الكوبايات بتاعتنا تمام كده. انا معايا بقى الصوص، انت لو انا معايا صوص كراميل، ومعايا صوص الشوكولاته. هحط عليها صوص كراميل، معلش بقى في التصوير المقطع ده ما طلعش. هحط عليها صوص كراميل، وبعدين هحط عليها شويه شوكولاته مبشوره مع الوش. لو انا مش هحط شوكولاته مبشوره على الوش فهحط صوص شوكولاته. بس صوص الكراميل برضو بيديها شكل وطعم احلى كمان، طعم حلو كمان. بصوا تبدا تسيح معانا بقى، تلاقيها الكريم شانتيه بدا يسيح لتحت كده. الكريم شانتيه بيخليها طعمها حلو برضو، العيال بتحبها. ده الصوص اللي انا حاطاه بتاع الكراميل. بألف هنا وصحة على قلوبنا وقلوبكم، وإن شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم بإذن الله. هي مكلفة شوية، بس مش هتبقى مكلفة زي بره. بره هنجيب الواحد قد كده بتعمليه كوباية واحدة وخلاص وخلص الموضوع، هتلاقيك دفعت فيه تقريبا، ممكن تجيبي كيسين يعمل لك تدفعي فيه قد اللي احنا عملناهم دول.